نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: توفي والدي رحمه الله ولم يحج حجة الإسلام، هل يلزم نخرج من الورث مبلغ لصرفها لمن يحج عنه أم ماذا نعمل؟ إذا كان والدك عنده حقل وعنده مال فإنه يلزمه حينئذ أن تخرج عنه وتكون دين من الديون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقضوا الله في الحج، يقول هذا في الحج، فالله حقه بالقضاء. لكن إذا كان والدك يعني مسكين ما معه عقل مثل بعض هؤلاء، عرفت، أو مات فقيرا، لا يجب عليكم وجوب أن تبحثوا وتدينون تحجون عليه، لا، لم يجب عليه شيء وليس دينا عليه الحج، لأنه ليس قادرا بنفسه ولا بماله، فلا يجب عليه الحج حينئذ. فعندنا الآن الذي يحج عنه هو القادر بماله العاجز ببدنه، أو القادر ببدنه القادر بماله ولكنه مفرط، فهذا يصير الحج دين ويقضى من التركة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله.